ازاي احضر لانشون الدجاج من نص كيلو من الدجاج المفروم؟ سهل جدا وسريع، وكمان بدون بيض او مكونات كتير وبدون جبنة. طريقة لذيذة جدا، هتعمل معايا لانشون صحي بمكونات صحية ومتاحة في كل بيت وبطريقة سهلة جدا. اول حاجة عندي نص كيلو من صدور الدجاج المفرومة. بعد كده ابتديت اضيف ليهم معلقة صغيرة كل من البصل البودر والثوم البودر والفلفل الاسود وكمان البابريكا والملح. بعد كده هبتدي اضيف ليهم عشان يديني لون حلو جدا ولون بينك للانشون الدجاج، وهي شريحة من البنجر. دي هتكون عندي بديل الالوان المصنعة. لو مش متاحة هبتدي اضيف نقطة واحدة من الالوان الغذائية الصحية. ضفت نص معلقة صغيرة من الملح، وبعد كده ابتديت اضيف معلقتين كبار من الدقيق. دي متعدد الاستخدامات او اي نوع دقيق بتفضلوه. بعد كده ابتديت علشان اظهر نكهة اللانشون بطريقة حلوة جدا، ابتديت اضيف 2 فص ثوم مفرومين مع معلقة كبيرة من الصويا صوص. الصويا صوص هتديني نكهة حلوة جدا للانشون الدجاج. فرمت كل المكونات مرة تانية مع بعض. هحصل على لون بينك لذيذ جدا زي ما احنا ملاحظين، ده عن طريق اضافة البابريكا مع اللانشون. ابتديت باستخدام اكياس الشوي، مهمة جدا ان تكون اكياس قابلة للحرارة، اكياس الخاصة بالشوي. هبتدي اضغطها كويس جدا وهبتدي الفه رول زي ما احنا ملاحظين. هبتدي اربطه كويس جدا واضغطه من كل الجوانب عشان افرغ كل الهواء اللي موجود فيه. زي ما احنا ملاحظين ابتديت من كل الجوانب اضغطه والفه كويس جدا زي البونبونايه، وبعد كده هبتدي الفه بالاسلاك الصغيره الخاصه بالشوي اللي بتبقى موجوده مع اكياس الشوي الغذائيه. قفلت كويس جدا الجوانب وربطتها كويس جدا علشان هبتدي اسويهم. الخطوة دي هبتدي احضر صينية مستطيلة علشان عندي حجم اللانشون مش هيدخل في اي حلة لان مقاسه هيكون كبير. باستخدام صينية مستطيلة ابتديت اضيف ليها لتر من المية، وبعد كده ابتديت اضيفهم في اسويهم على بخار علشان اللون مفقدوش اثناء التسوية. زي ما احنا ملاحظين بعد سلق اللانشون على بخار المية لمدة 45 دقيقة هحصل على لانشون لذيذ جدا. الخطوة دي اختياري علشان يديني لون اللانشون الحلو وكمان الطعم المدخن بتاع اللانشون الدجاج زي اللي بيتباع جاهز بالظبط في الأسواق. ضفت معلقة صغيرة من الشاي مع قطعة من الفحم المشتعلة في صينية ما كنتش بستخدمها، وبعد كده ابتديت اضيف ليهم معلقتين كبار من السكر عشان يتكرمل عندي السكر من الحرارة ويديني لون حلو جدا مع معلقة من الرز. ضفت الشبكة الخاصة بالفرن او اي نوع شبكة بتفضلوها، وبعد كده ابتديت اضيف اللانشون اللي كنت محضراه ومسوياه في على البخار. هشغل كويس جدا على نار عالية الفحم وهو شغال ومشتعل. هيتكرمل عندي السكر وهيتحمر عندي الرز اللي ضفته مع الشاي وهيديني تدخينة حلوة جدا للانشون. الخطوة دي اختياري، اللي حابين اضافة طعم المدخن واللون التحمير الذهبي اللذيذ جدا للانشون زي اللي بيتباع في الاسواق بالظبط. هبتدي من كل جانب ألفه كويس جدا عشان أحصل على التحمير المظبوط لكل الجوانب. زي ما احنا ملاحظين في فرق كبير جدا ما بين تحمير اللانشون وما بين الأطراف. أخدت عندي تقريبا 10 دقايق على كل جانب علشان أحصل على اللون الذهبي اللذيذ دوت. بعد كده هبتدي ارفعهم من على الشوي، وبعد كده هبتدي اضيفهم على مناديل علشان تبرد تماما والفها كويس جدا. مهمة جدا خطوة المناديل علشان ما يتبخرش عندي البخار المية يرجع يكون في مية على الاطراف وهيديني نتيجة مش مظبوطة. بعد كده بعد ما ضفته في مناديل ابتديت اضيفه في ستريتش رول وهسيبه يبرد تماما، وبعد كده ادخله في التلاجة لمدة ساعتين قبل التقطيع. ده بعد ما برد تماما. لونه حلو جدا، لونه مظبوط وطعمه اكثر من رائع، ريحته حلوة جدا. ريحته زي التركي المدخن بالظبط. وعمل معايا شرائح كتيرة جدا. هنستخدمه في حشوات كتيرة مختلفة زي مثلا البيتزا او ساندوتشات صحية للاولاد للمصيف والصيف، وكمان ينفع لللانش بوكس. حضروه بمنتهى السهولة، لانشون الدجاج المدخن بطريقة سهلة ومكونات صحية في البيت، وكمان بدون اي
اضافات جبنة او بيض او لانشون لذيذ جدا، وكمان طعمه مناسب جدا لوصفات الصيف، وبيدخل في العديد من الوصفات. هوريكم القوام بتاعه، قوامه زي قريب جدا اللي بيتباع جاهز بالظبط، وكمان طعمه احلى. وده شكله بالمكونات الحجم الصغير، عملت ليكم حجم صغير بشكل حلو جدا. ودي لون البنجر اللي ابتديت ضفته في مكونات الوصفة. وكمان ممكن نستخدمه كحشوات زي السوسيس، ممكن نعمله بحجم اصغر ويكون رفيع. هيكون عندي بديل السجق الغير صحي. جربوه، وصفة لذيذة جدا وناجحة من اول مرة.